ناس كتيرة جدا بتبقى عايزة ان هي تطور من جسمها وتعيش حياة صحية اكتر، ولكن بيفشلوا. في منهم اللي مش بيحاول اصلا، وفي منهم اللي خد خطوة ولكن لقى نفسه معرفش يوصل لاي حاجة في الاخر. النهارده انا جايب لك 4 حاجات لو عرفتهم اضمن لك ان انت توصل لهدفك اسرع بكتير. اول حاجه وهي ان انت تحدد هدف. لو انا مثلا نزلت من بيتي ومش عارف انا رايح فين، مجرد نزلت وقفت في الشارع كده، هل انت متخيل ان انا ممكن اوصل لحته او ان انا مكاني يتغير من المكان اللي انا واقف فيه حاليا؟ مستحيل، عشان انا مش محدد لنفسي هدف او مش محدد لنفسي المكان اللي انا عايز اروحه. نفس الفكره بالنسبه لجسمك. بشوف ناس كتيره جدا في الجيم بتكون بتتمرن بلا هدف، مجرد بتنزل الجيم وخلاص، اعتقادا ان انا كده ماشي في الطريق الصح او ان انا كده شغال تمام. ولكن الكلام ده غلط تماما. لازم تبقى محدد انت عايز تعمل ايه، عشان على اساس هدفك اللي انت هتحطه لنفسك ده هيترتب على حاجات كتيره جدا. لازم تحدد هل انت عايز تزيد عضلات، ولا انت مجرد عايز تزيد وزن وخلاص. انت مثلا شخص رفيع بزياده فعايز انت تزيد حجم، او ان انت تزيد شويه وزن وخلاص. انت مثلا شخص مليان ووزنك زياده، محتاج ان انت تقلل وزنك، او محتاج ان انت تخس فقط ده هدفك. او ان انت ممكن تكون مليان وكمان عايز ان انت تقلل وزنك وتخس بس في نفس الوقت عايز تعمل عضلات. لازم تبدا تحدد هدفك اللي انت عايز تعمله، عشان على اساس هدفك ده هو دوت اللي هيخليك ان انت تقدر تاخد الخطوات الصح اللي هتوصلك لهدفك ده، عشان ما تضيعش اي وقت. تاني حاجة وهي تعرف الطريق الصح. دلوقتي انا خلاص قررت ان انا نازل من بيتي، انا رايح القاهرة مثلا، انا في اسكندرية حاليا وعايز ان انا اروح القاهرة. فانا دلوقتي عشان اروح المكان دوت محتاج ان انا هاخد مواصلة في النص، اكيد مش هروح على رجلي، يا اما لو رحت على رجلي الموضوع هيطول معايا كتير جدا. لا، انا عايز ان انا اسرع الموضوع. فابسط حاجة يا اما هاخد عربية، يا اما هاخد قطر، يا اما موتوسيكل، ايا كان هاخد ايه او ايا كان الحاجة اللي هركبها ايه. الحاجة ديت هي دي اللي هتوصلني للمكان التاني او الديستنيشن او المكان اللي انا عايز اوصل له. نفس الفكره، انت بعد ما حددت هدفك خلاص عرفت ان انت عايز تخس مثلا، انا دلوقتي عايز اخس، فتبدا تشوف الناس اللي حواليك او الناس عموما اللي خست عملت ايه، او ان انت الصح عشان تخس محتاج اصلا تعمل ايه. لازم تبدا تدرس وتعرف الحاجات ديت الطريقه الصح. دلوقتي انت لو انت عايز تخس، النقطه الاولى والاساسيه ان انت بتعمل عجز في سعراتك الحراريه. بمعنى لو انت جسمك محتاج 2000 سعر حراري مثلا على مدار يومك، فانت هتعمل عجز في ال 2000 دول، هتدخل كميه اقل لجسمك، مثلا هتدخل 1500 او 1300 مثلا سعر حراري على مدار يومك. ده كده عجز في سعراتك الحراريه، فدوت هيبدا يخليك تخس بالتدريج. مش عايزك ان انت تعمل عجز زياده جدا. في ناس بتعمل الحركه ديت وهي بتخليك تخس، مش هقول لك ان هي مش بتخليك تخس، هي بتخليك تخس، وهي انهم بيعملوا عجز زياده جدا. مثلا انا محتاج 2000، هدخل 500 بس او 700، اللي هو الناس بتقول لك انا باكل زيتونه او رينجا دايت او حاجه من الحاجات دي. ايه ده؟ ايه ده؟ زيتونتين؟ قول له زيتونه واحده بس. على تتكرر تاني. فالاكل الخفيف جدا دوت هو هيخليك فعلا تخس، عشان انت هتكون عملت عجز زياده جدا لجسمك. ولكن ان احنا عايزين ننزل او عايزين نقلل وزننا بطريقه صحيه، مش عايزين ان احنا مجرد ننزل على الميزان وخلاص. الميزان دوت مش عايزك تفكر فيه خالص او تحط الميزان، عشان في ناس كتيره جدا بتحط الميزان قدامها لما تلاقي نفسها ان هي بقى لها مثلا اسبوع او حاجه بتتمرن، بعد كده تيجي على الميزان ما تلاقيش نفسها ان هي خست او قلت اي وزن، تبدا تحبط وتتضايق وتقول ان انا كده بعمل حاجات على الفاضي او ان انا بضيع وقت على الفاضي. لا، الميزان ملوش اي علاقه. عشان لو انت بتحاول ان انت تخس، الموضوع دوت بيحصل مع ناس كتيره جدا، هو ان انت بتخس دهون ولكن في نفس الوقت بتبدا تزيد عضلات، فالعضلات بتبدا توزن مكان الدهون، فبتفكر ان انت ما خسيتش اي حاجه. لكن انت لما تبدا تزيد عضلات في جسمك، دوت كويس جدا، بيخليك ان انت تتحرك اسرع، بيخلي ان انت قوتك البدنيه بتزيد، بيخليك تقدر تتحرك وتمارس يومك بشكل كويس. فالعضلات مش وحشه خالص في نقطه الوزن او ان انت تزيد شويه وزن. فما تحطش الميزان مقياس ليك او ان انت يكون دوت تفكيرك الاساسي، لو انا ما نزلتش على الميزان يبقى انا كده ما خسيتش. ولكن احنا هنبدا نقلل اكلنا بالتدريج، هنعمل مثلا 500 او 600 سعر حراري عجز في اللي احنا محتاجينه على مدار يومنا. دوت هيساعدنا ان احنا نبدا نخس بالتدريج، وانظمه جسمنا هتكون تمام، مش هيكون في اي مشاكل تحصل لنا. يبقى دي اول حاجه اللي هي بالنسبه للدايت او النظام الغذائي. وتاني حاجه عشان نسرع شويه البروسيس او نسرع شويه ان احنا يحصل لنا نتيجه اسرع، وهي ان احنا مثلا هنبدا نعمل تمارين. ممكن ننزل الجيم، ممكن نتمرن في البيت لو احنا عايزين نخس. فتمرين الجيم مش مستاهل قوي ان انت تنزل الجيم لو ما عندكش وقت، او ان انت بتتعب او ايا كان حجتك ايه، او ان انت بتحط لنفسك ايه. في تمارين كتيره جدا، تمارين الكارديو اللي بتحرق الدهون تقدر تجيبها من على اليوتيوب، تقدر تطبقها في البيت بتاعك من غير اي اوزان. الموضوع بسيط وسهل جدا، انت بس عرفت الطريقه الصح هتبدا توصل لهدفك بسرعه. تالت حاجة وهي الالتزام. دلوقتي بعد ما انا خلاص حددت هدف لنفسي وعرفت الطريقة الصح عشان اوصل للهدف ده، دلوقتي لازم ان انا ابدا التزم، لازم اخد قرار ان انا هنفذ الحاجات ديت. عرفت ان انا محتاج اعمل دايت،
اقلل اكلي وابدا ان انا اعمل شويه تمارين، لازم التزم ان انا ابدا اعمل الحاجات ديت وابدا اطبقها على نفسي. يا اما ان انا مش هوصل، لو انا قررت ان انا عايز اتحرك من اسكندريه للقاهره وخدت عربيه بتودي من اسكندريه لاسوان مثلا، اكيد مش هوصل للمكان اللي انا عايز اوصل له وهو القاهره. نفس الفكره بالنسبه لجسمك، لازم تبدا تطبق الحاجات اللي انت قررتها والطريقه اللي انت عرفتها عشان توصل لهدفك. رابع نقطه ودي مرتبطه بالنقطه اللي قبلها وهي الاستمراريه او الكونسيستنسي. ناس كتيره جدا حددت لنفسها هدف وبدات تطبق الحاجات ديت وكانت عارفه الطريقه الصح عشان تبدا تطبق كل الكلام دوت، ولكن استسلمت بسرعه جدا، او لما بدات تطبق الحاجات دي لفتره من الزمن لما ما لقيتش اي نتيجه داخله لهم او ما فيش اي نتيجه بتحصل لهم من الحاجات دي استسلموا بسرعه جدا. ولكن انا عايزك تفكر في الموضوع بعقل اكتر. دلوقتي انا لو عايز اخس على الميزان، انا مثلا واحد 120 كيلو او 130 كيلو، عندي مثلا حوالي 25 سنه ولا حاجه، فانا من اول مثلا ما انا عندي 15 سنه بدات ان انا ادبها جامد في الاكل، بدات اكل كتير قوي من اول 15 سنه وانا عندي 25 سنه. بقالك 10 سنين بتاكل و10 سنين بتدخل لجسمك كميه اكل مش طبيعيه. هل انت متخيل لما تنزل الجيم شهر كده انت هتخس او هتنزل كل الوزن ده؟ اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ اكيد لا، الموضوع بالعقل. هي لو كانت سهله كان اي حد عملها، لكن الموضوع بيحتاج منك استمراريه، محتاج ان انت تفضل مكمل. طالما انت عارف الطريق الصح ومحدد لنفسك هدفك وعارف كل الطرق الصح، لازم هتوصل، لازم هتوصل. انت بس محتاج تطول نفسك شويه ومحتاج تبدا تعلم نفسك وتثقف نفسك كويس عشان تقدر توصل للحاجه دي. الاربع حاجات دول لو طبقتهم والتزمت بيهم وعرفتهم ازاي تبدا تستخدمهم صح وتستغلهم صح، هتبدا توصل لهدفك. الموضوع مش هيكون سهل جدا عشان هتحتاج ان انت تثقف نفسك وتعلم نفسك كتير جدا في الاول، لكن لو انت محتاج حد يسهل عليك كل المواضيع ديت تقدر تبعت لي على لينك الواتساب تحت #اونلاين كوتشنج. انا ممكن اساعدك توصل لكل الكلام دوت. ببعت لك كويستشنير كبير جدا، شويه اسئله كتيره جدا بسالك على كل تفصيله صغيره انت عايز تعملها او ايا كان الحاجه اللي انت عايز تعملها، وببدا على اساس الحاجه او الهدف اللي انت بتحدده لي ببدا اطبق لك انا بالطريقه الصح زي ما طبقت الموضوع دوت مع ناس كتيره جدا ووصلوا لهدفهم وحققوا احسن شكل يقدروا يوصلوا له. انت كمان تقدر توصل للموضوع دوت، والموضوع مش صعب جدا زي ما انت متخيل. الموضوع بس محتاج منك ان انت تاخد قرار وتلتزم وهتوصل لهدفك ايا كان ايه هو. كده يا شباب ده يكون فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس وتتابعوني على فيسبوك او انستجرام، اللينكات في الديسكربشن عشان تشوفوا الستوريات اللي بتنزل هناك. كل يوم بنزل تمارين، بنزل بوستات، بنزل كميه حاجات مش طبيعيه هناك. انستجرام، فيسبوك، تيك توك، لو حاجات كتيره جدا هتعجبكم هناك. روحوا اعملوا لي فولو، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس تحت، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.